رجعنا لحضراتكم مرة تانية ومشرفنا في الاستوديو أستاذ دكتور أشرف محمود عقبة، رئيس أقسام البطنة العامة والمناعة السابق بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور ومنورنا، واحنا سعداء جدا ان حضرتك مشرفنا النهارده في الحلقة. مساء الخير واهلا وسهلا بيكم، ويسعدني طبعا ان انا اكون معاكم. دكتور، الموضوع اللي بنناقشه النهارده او بنطرحه هو موضوع مهم جدا، لانه الحقيقة ناس كتير خلال الفترة اللي فاتت دي، خلال اخر سنتين فاتوا، بيسمعوا كتير عن ما يطلق عليه موضوع حلقتنا النهارده، وهو البكتيريا النافعه. ولكن الناس مش فاهمه ايه دور البكتيريا النافعه دي جوه اجسامنا. مايكروبيوم يا دكتور هو موضوع حلقتنا النهارده، فعايزاك او عايزه حضرتك تشرح كده للناس ايه هو الميكروبيوم او البكتيريا النافعه. طيب، في الواقع انه اجسامنا بيغطيها وكمان بيملى احشائنا كميه كبيره جدا من الميكروبات، وهذه الميكروبات الحقيقه بتعيش معانا بشكل تكافلي، يعني احنا بنستفيد منها وهي كمان بتستفيد مننا. هي موجوده على اسطح اجسامنا وجوه احشائنا، داخل الجهاز التنفسي وكمان داخل الجهاز الهضمي، لكن بتتجمع بشكل كبير قوي في الامعاء، ولدرجه ان اعدادها بيوصل الى حوالي 100 تريليون ميكروب. يا خبر! الميكروبات دي منها بكتيريا ومنها فيروسات ومنها فطريات، وهي موجوده عندنا لدرجه ان بعض العلماء بيقولوا عليها انها هي العضو الخفي في اجسامنا. يعني لو جمعناها على بعض نلاقي ان حجمها قد حجم الكبد في جسم الانسان، ومعظمها موجود زي ما قلت في الامعاء. وفي عالم من العلماء قعد يحسب كده، لقى انه عدد خلايا جسم الانسان 10 أس 13 خليه، وان راكب فوقينا وجوه امعائنا 10 أس 14 ميكروب. فقال ان كل واحد فينا عباره عن 10% بس ادمي و90% ميكروبات. واحد تاني قال كل واحد ماشي بحديقة الحيوان بتاعته، وكأنه حديقة الحيوان دي مهمة جدا بالنسبة لنا. هي الحقيقة مهمة بشكل يعني علميا خطير جدا. طيب ليه آخر فترة دي اتسلط عليها مايكروبيوم، اتسلط عليه الإضاءة بشكل كبير جدا، والناس بقت بتتكلم عليه كتير قوي، وبتتكلم عليه فيما يخص صحتنا الجسدية، مناعتنا، صحتنا العقلية، الأمراض اللي ممكن نصاب بيها مع الوقت؟ ليه الموضوع بقى عليه إضاءة عالية قوي كده يا دكتور؟ الحقيقة إنه الأبحاث بتجري بشكل كبير جدا بالذات على الموضوع ده اللي هو الميكروبيوم المعوي، وفعلا وجد إنها لها ارتباط بصحتنا وكمان بأحوالنا المرضية. وإذا مسكنا الموضوع وقسمناه بالنسبة للصحة ايه فايدتها، وبالنسبة للمرض هنلاقي لو حصل خلل فيها ممكن يتسبب في ايه. ولكن هي موجودة جوه اجسامنا واحنا متعايشين معاها في حالة بشكل تكافلي. يعني هي بتنفعنا واحنا كمان بننفعها بالظبط، ولكن ممكن يحصل خلل في النظام ده. لسه هنتكلم على الخلل بعدين، لكن الاول احنا بنتكلم ارتباطها بالنسبة لصحتنا وبالنسبة لأحوالنا المرضية، وبعدين ايه اللي ممكن يسبب الخلل فيها وازاي نصلحه. بالنسبة للصحة فزي ما قلنا انها بتفرز بعض الفيتامينات في الأمعاء، وخاصة فيتامين بي وفيتامين كي، وكمان بتساعد على الهضم وتخلصنا من بعض الفضلات، إلى جانب انها بتسد الثغرات اللي بين خلايا الأمعاء، فلا تسمح بانه اي بروتينات او اي مواد ضاره انها تخش الى داخل اجسامنا. كمان هي بتخلصنا من بعض الفضلات اللي ممكن تسبب امراض بالنسبه لنا، زي مثلا الدهون المشبعه او بعض المنتجات الغذائيه اللي الجسم مش محتاجها، وهي بتتغذى عليها وبتخلصنا منها. كمان هي بتفرز كثير من الهرمونات اللي بتاثر على صحتنا بشكل كبير. فمثلا بتفرز بعض الهرمونات زي الأحماض الأمينية قصيرة التسلسل، وكمان الدوبامين والسيروتونين اللي بتأثر فعلا على حالتنا المزاجية، وممكن انها تخلي اي شخص يخش في حالات اكتئاب او قلق نتيجة الخلل فيها. كمان بتساعد على الهضم،
فبتمنع مشكلات صحيه زي مثلا القولون العصبي، وزي التهاب الامعاء التقرحي او التهاب القولون التقرحي وكرونز ديزيز. زي ما قلنا ان هذه البكتيريا الحقيقه بالذات النافعه ممكن انها كمان تمنع كثير من الامراض الغير ساريه. يعني امراض زي مثلا امراض القلب وارتفاع ضغط الدم والتهاب الاوعيه الدمويه، هي لو كانت موجوده بشكل متوازن هتمنع حدوث هذه الامراض. والسمنه والسكر هي برضو خلل فيها ممكن يؤثر على حاله السكر في الدم وتساعد على ظهور السمنه. وكمان تؤثر على الادويه اللي احنا بنستخدمها. يعني في ادويه لو خدناها تاثر عليها، وخاصه المضادات الحيويه اللي بتتاخد بشكل عشوائي او المطهرات اللي بعض الناس بتاخدها زي البونبوني كده علشان يطهر المعده، لا طبعا ده بيأثر ويعمل خلل فيها. وهي نفسها ممكن تؤثر على فاعليه الادويه اللي احنا بنستخدمها لو كان فيها خلل. طيب انا فهمت من كلام او من مجمل كلام حضرتك كده انه انا ممكن اعيش في سلام مع جسمي من غير ما اصاب بالامراض او المشاكل الصحيه اللي ممكن تحصل لي مع الوقت لو انا محافظه على الميكروبيوم الخاص بجسمي او الموجود او متعايش جوه جسمي او البكتيريا النافعه اللي عايشه كده كده معاه. فبالتالي لو انا حافظت عليها انا هتجنب الاصابه بكتير من الامراض اللي انا ممكن اكون معرضه للاصابه بيها مع السن. الكلام ده حقيقي ولا لا؟ ده صحيح فعلا، ولازم تكون في حاله توازن. يعني هي موجوده في اجسامنا بشكل متخصص، كل مجموعه منها موجوده في مناطق معينه من الامعاء بتاعتنا وبتعيش بشكل متوازن بيسموه الايكو سيستم. يعني حتى لو احنا خدنا مطهرات او مضادات حيويه بشكل كبير ترجع تاني تنشط وترجع لاماكنها الصحيحه مره تانيه. اعدادها الحقيقه اكتر من 1000 نوع. هذه البكتيريا مسؤوله بشكل كبير جدا على انها تحافظ علينا وعلى اجسامنا من مشكلات صحيه كتير، وخاصه انها فيها ارتباط قريب قوي بالخلايا المناعيه اللي قريبه منها من الناحيه التانيه من الامعاء. والخلايا المناعيه دي بتمثل حوالي 70% من الخلايا المناعيه بتاعت اجسامنا كلها. فهي بتتعامل معاها بحيث انها تديها اشارات علشان تقلل المواد الالتهابيه اللي ممكن ان الجسم يفرزها لو حصل خلل فيها. وعلشان كده هي مهمه جدا حتى لمنع بعض الامراض المناعيه زي امراض المناعه الذاتيه، وفي نفس الوقت تتاثر لو حصل ان احنا لخبطنا في التغذيه او استخدام الادويه اللي ممكن انها تعمل خلل فيها. طيب بما ان هي بالاهميه الكبيره دي يا دكتور، لانه حضرتك شرحت كتير قوي مدى اهميتها بالنسبه لينا ولاجسامنا، فيبقى السؤال اللي ممكن اللي جه في ذهني واكيد هيجي في اذهان ناس كتير قوي بتتابعنا، طيب هي البكتيريا دي احنا عايشين او هي عايشه جوانا في سلام، ولكن هل احنا ممكن نكون بدون وعي او بدون قصد بنعمل حاجات تتسبب في انه الانواع دي من البكتيريا النافعه يتقضي عليها او ما تعيش بقى في سلام مع اجسامنا؟ السؤال ده الحقيقه سؤال مهم جدا، لان نقدر نقول انه نوعيه التغذيه اللي احنا بناخدها بتساعد على نمو انواع مختلفه من البكتيريا. فمثلا اللحوم والدهون بتزود البكتيريا الضاره، وكمان بتزود افرازاتها اللي بتروح للكبد وتطلع مواد التهابيه بتاثر على الاوعيه الدمويه، ودي بيسموها التي ام اي او. التي ام اي او دي بتخرج من الكبد ويحصل لها اوكسجينيشن وتاثر على الاوعيه الدمويه نتيجه خلل البكتيريا الضاره او يعني زياده البكتيريا الضاره وتقليل البكتيريا النافعه. كمان عندنا البكتيريا دي الحقيقه يعني لو رجعنا نقول تاني في تعريفها هنلاقي انه احنا اجسامنا فيها كل خليه 50,000 جين، لكن البكتيريا دي مجتمعه ليها 1,000,000 جين، ففي 20 ضعف الجينات موجود فينا وبيطلع
البروتينات بتاعته اللي تأثر على حياتنا بشكل عام. وعلشان كده الحفاظ على التوازن بتاع البكتيريا النافعة داخل أجسامنا هو شيء مهم جدا، والعالم كله بيبحث ازاي ان احنا ممكن نحافظ عليها في حالة التوازن، او ازاي نعالج الخلل لو حصل فيها. طيب انا كهند او اي حد من الناس اللي بتتابعنا دلوقتي، ازاي بعد ما سمعت الكلام المهم ده من حضرتك، ازاي تعرف او تتأكد ان هي الميكروبيوم او البكتيريا النافعة الموجودة في جسمها هي في حالة توازن؟ يعني انا اعرف منين؟ انا سمعت الكلام ده واتأثرت بيه جدا، وحابب ان انا يبقى عندي البكتيريا دي متوازنة جوه امعائي، ولكن مش عارف هل هي متوازنة ولا لا. تمام. هو القياسات الحقيقة لنوعيات البكتيريا دي حاجة يعني صعبة، وبتحتاج فعلا تحاليل كتير جدا، لكن احنا نقدر نشوف الدلائل بتاعتها. والدلائل بتاعتها ان احنا نقيس منتجاتها داخل جسمنا. هي ليها منتجات؟ المنتجات بتاعتها بتخش في الدورة الدموية بتاعتنا وتأثر على أجسامنا ومعظم أعضائنا. فهنلاقي انه في اللي هي الاحماض الامينيه قصيره التسلسل، والاحماض المراريه الثانويه، ده جزء من الحاجات اللي ممكن تتقاس. التامو او التي ام اي او ده ممكن يتقاس، ده قياس علشان نشوف المواد الالتهابيه. كمان بعض الافرازات المناعيه اللي ممكن انها تزيد في حاله خلل البكتيريا النافعه او عدم توازن البكتيريا النافعه مع البكتيريا الضاره. يعني دلوقتي بقى في تحاليل انا اقدر اروح اعملها في المعمل، التحاليل دي تدلني او تقول لي اذا كان البكتيريا النافعه موجوده وفي حاله توازن وسلام جوه جسمي او لا؟ التحاليل موجوده، لكن احنا كمان نقدر نقول هل طريقه حياتنا فعلا، يعني لانه التحاليل هتبقى مكلفه بشكل كبير جدا. فمش هتبقى نافعه ان كل الناس دي ممكن احنا بنعملها في ابحاثنا الطبيه. لكن انا اللي نقدر نقوله هل انا عايش بطريقه بحيث ان انا احافظ على التوازن بتاع البكتيريا داخل جسمي ولا لا؟ لانه زي ما قلنا هي جزء من اجسامنا، وهي اصبحت دلوقتي عضو مهم، ده العضو المخفي، وكمان جيناتها موجوده وافرازاتها موجوده، وهي زي ما بنقول ليها فوائد. فنقدر نقول ايه؟ نقدر نقول هل انا متعايش مع البكتيريا اللي موجوده في جسمي بشكل متوازن بحيث ان انا احافظ على النفع منها واقلل الضر ولا لا؟ طيب بما انه انا تخيلت انه عشان اتاكد اذا كان البكتيريا دي موجوده في جسمي وانا متعايش معاها بشكل صحي من عدمه، ممكن اعمل تحاليل. حضرتك قلت لا، التحاليل هتبقى مكلفه ومرتفعه جدا ومش هيقدر كل الناس دي احنا بنعملها في الابحاث، يعني نقدر نقيسها في ابحاثنا الطبيه. فبالتالي هنا هسال سؤال تاني خاص بانه طيب هل في اعراض انا ممكن لو ظهرت عليا اعراض مثلا تخص الجهاز الهضمي، لو ظهرت عليا ابدا احس ان انا ممكن يبقى عندي مشكله فيما يخص البكتيريا النافعه دي او الميكروبيوم الموجود في جسمي؟ في اعراض زي ما قلنا انها ليها ارتباط بكتير من الامراض اللي احنا يعني بنعايشها، ومعظمها هي امراض الجهاز الهضمي وامراض الغير ساريه وامراض المناعه، حتى الاورام كمان والسرطانات هي ليها ارتباط بيها. لكن زي ما بنقول انه انا مش محتاج اقيس لكل عيان او لكل شخص قياسات معمليه علشان اقول هو الخلل موجود ولا لا. انما اذا حصل انه حد بيشتكي، وخاصة إذا كانت حياته غير مرتبة ومتوازنة بحيث إنه يحافظ على البكتيريا، عليه إن هو يعمل الحكاية دي. طب أنا يا دكتور بسأل السؤال ده ليه؟ لأنه أنا ممكن أكون حد متوازن جدا في غذائي أو النظام الغذائي اللي أنا ماشية عليه في حياتي، ولكن أنا مثلا باخد أدوية نتيجة أمراض مزمنة عندي. الأدوية دي ممكن اللي حضرتك قلت كمان هي ليها علاقة او بتتاثر بالادويه اللي احنا ممكن نكون بندخلها جوه اجسامنا. فبالتالي انا ممكن يكون عندي مرض مزمن، باخد ادويه ضغط مثلا، باخد ادويه سكر، باخد ادويه علاج مناعي معين، فبالتالي تتاثر البكتيريا دي جوه جسمي وتتضرر. فانا يعني يهمني جدا اعرف اذا كان في اعراض او مظاهر ممكن تظهر على بشرتي، على شعري، على ادائي، على وظائف دماغي، ممكن بيها اعرف اذا كانت البكتيريا دي متضرره او لا.
خلينا نبعد بس عن ايه فكره ان احنا كل حاجه لازم نعمل لها تحاليل، وحتى لو كانت التحاليل غاليه جدا احنا مضطرين نجري وراها ونعملها. احنا بنقول ان احنا محتاجين ان احنا نعمل توازن في حياتنا علشان نحافظ على البكتيريا. المسببات المرضيه متعدده، يعني في اسباب كتير، مش هي السبب الوحيد لكل امراضنا، ما نقدرش ان احنا نقول كده، لكن نقدر نقول انه اذا كان في عدم توازن في البكتيريا بتاعتنا فده ممكن انه يؤثر على حياتنا ويكون واحد من المسببات المرضيه. الغرض من الكلام هو ايه؟ هو ان الحصول او الوصول الى حاله التوازن اللي تخليني يعني بحافظ على نوعية معينة من الميكروبات اللي فعلا بتنفع جسمي. وعشان نقدر نعمل كده احنا محتاجين اول حاجة بالنسبة للتغذية ان احنا نستخدم المغذيات او الاغذية اللي تساعد على تنشيط هذه الانواع من البكتيريا. الصديقة بقى للبكتيريا. الصديقة بالظبط كده. نقدر نقول مثلا ايه زي الخضروات الورقية، الخضروات الطازة، الفواكه الكاملة، كل الحاجات دي بتساعد على انه هذه البكتيريا تبقى موجودة بشكل كويس. وهي كمان بتحب الالياف، فبالتالي الحاجات اللي فيها الياف طبيعية هتكون زي ايه؟ زي نقدر نقول مثلا الحاجات الورقية زي السبانخ والجرجير والكرات والفجل والكرنب، دي من الحاجات المهمة جدا وبتساعد على انه هذه البكتيريا تنشط. كمان بعض الفواكه زي الموز الاخضر وزي التوت والفراوله والافوكادو، دي من الحاجات اللي بتنشط. معلش يا دكتور، الموز الاخضر ده اللي هو الموز اللي لسه ما استواش؟ ايوه اللي لسه ما استواش. كمان بعض الاكلات زي اللبن الرايب والحليب الهندي بيسموه الكافير، والكيماتشي اللي هو الكرنب الكوري الاحمر المخلل، والناتو اللي هي الاكله اليابانيه المشهوره اللي هي بيعملوها بالفول الصويا. كل الاكلات دي فيها خمائر بتساعد على انه نوعيه معينه من البكتيريا المفيده انها تكون موجوده بشكل متوازن. خلي بالك انا دايما بستخدم كلمه متوازن علشان وكررتها كتير وانا قاصد طبعا، لانه عشان متوازن ده هي المهم بالظبط في القصه يعني كلها. لكن لو حصل خلل فيها نقدر نعيد تكوينها مرة تانية بحيث ان احنا نقدر ننميها. ان ما كانتش الاكلات هتساعد فنقدر احنا اصبح دلوقتي متاح وادوية ومرخصة من وزارة الصحة لاستخدامها. انا هتكلم على الجزئية دي بس ناخد تليفون استاذ محمد. السلام عليكم. نكمل. عليكم السلام يا استاذ محمد، اتفضل. اتفضل طبعا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا دكتور بالنسبه للموضوع الحلقه بتاع النهارده الرائعه ديت، احنا الاكل بتاعنا كله في مواد بلاستيكيه وازايز بلاستيك وعلب بلاستيك وكيس بلاستيك، وتاثير ده حضرتك على الماده البلاستيكيه دي على الميكروبيوم بتاعت جسمنا. ده الجزء الاولاني في السؤال. والافضل ايه يعني إيه البدائل ايه للبلاستيك؟ حلو السؤال ده يا محمد. الله يكرمك. ماشي يا دكتور. وحتى الازاز نفسه يا دكتور الزجاج بنحط عليه رصاص، كل ما كان الزجاج نقي بيبقى الرصاص اكتر. فبدائل الاكل ايه وتاثيرها على البكتيريا؟ ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني حضرتك، اي حد فينا اخذ مضادات حيويه في لاي مرض، او بيقولوا المضاد الحيوي بيقضي على البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره اللي هو موضوع الحلقه. طيب هم حضرتك بره بيدوا البروبيوتيك مع كل مضاد حيوي، ده ما ينفعش احنا نعمله في مصر يا دكتور؟ يعني ندي مضاد حيوي ندي معاه بروبيوتيك؟ تمام. الحقيقه الاسئله جيده جدا ورائعه. شكرا دكتور. شكرا جزيلا على سؤالك. زي ما الاستاذ بيقول انه فعلا المواد الحافظه والحاجات اللي هي بتحسن الطعم، يعني محسنات الطعم، كل الحاجات دي الحقيقه فيها بعض الكيماويات اللي فعلا ممكن انها تاثر. وعشان كده لو خدتوا بالكم احنا بنتكلم دايما على الحاجات الطازجه اللي هي ايه، اللي هي زي اجدادنا وابهاتنا لما كانوا عايشين على الحاجات الطبيعيه. الحاجات الطبيعيه دي ميزتها انها فعلا فيها فيتاميناتها بشكل سليم وغير متأثرة بدرجات حرارة مرتفعة، ولا بتحط عليها مواد حافظة، ومش بتحط في مواد او في عبوات بلاستيكية ممكن انها يكون ليها تأثير، وخاصة اذا كان عايز يزود مدة صلاحيتها. كل الحاجات دي الحقيقة لها تأثير ضار. اما السؤال الثاني اللي هو اتكلم عليه بالنسبة للمضادات الحيوية واستخدام البروبايوتكس اللي احنا كنا هنتكلم عليه من بعد شوية،
المضادات الحيويه والمطهرات واسعه المجال ليها اثار انها لما بستخدمها لمريض ما يكونش محتاجها، اللي بيحصل انها بتقضي على سبب المشكله في بعض الاحيان، لكن كمان ليها تاثير ضار على توازن البكتيريا اللي موجود اللي احنا بنقول عليه اللي هي البكتيريا النافعه. وعلشان كده في بعض الاحيان فعلا ممكن لو حصل خلل فيها ان احنا نعوضها. التعويض بقى الاستاذ الحقيقه بدا الموضوع بدري شويه. هل انا محتاج بالتعويض ان انا ادي بكتيريا نافعه من بره؟ في بعض الاحيان المتاح الحقيقه في اكتر من حاجه. عندنا حاجه بنسميها البريبايوتكس. البريبايوتكس دي يعني ايه؟ يعني المغذيات بتاعه البكتيريا دي، ان انا ادي مواد مغذيه للبكتيريا النافعه، فتقوم البكتيريا النافعه تبدا تفلارش وتنشط وتزيد وعددها يكبر. او ان ادي البكتيريا شخصيه اللي بنسميه بروبايوتكس اللي هو قال عليها، ان انا ادي البكتيريا النافعه في صوره كبسولات، او ان انا ادي الاثنين مع بعض اللي هو المغذي والبكتيري. يبقى انا اديت البكتيريا النافعه واللي بيغذيها في كبسوله، وهنا بنسميه سيمبايوتك، يعني الاثنين مع بعض. او ساعات احنا قلنا انه البكتيريا ليها افرازات وافرازات مهمه، والافرازات بتاعتها بتمشي في الدوره الدمويه بتاعتنا. الافرازات المهمه بتاعتها دي اسمها او يعني دوائيا بنسميها بوست بايوتكس، اللي هي ما بعد البكتيريا نفسها. فانا اقدر استخدم البريبايوتك اللي هو المغذي، او البروبايوتك اللي هو البكتيريا شخصيا، او السيمبايوتك ان انا اجمعهم على بعض، او ان انا ادي المنتج النهائي اللي هو البوست بايوتك. لكن كمان لسه في حاجه ثالثه. طب الحاجه الثالثه دي يا دكتور انا بستاذن حضرتك هنقولها بعد الفاصل. اتفضل. فاصل وراجعين على طول. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وعن الميكروبيوم أو البكتيريا النافعة وعلاقتها بالصحة العامة لأجسامنا، ولسه مكملين حلقتنا مع أستاذ دكتور أشرف محمود عقبة، رئيس أقسام البطنة العامة والمناعة السابق بجامعة عين شمس. برحب بحضرتك مرة تانية يا دكتور. وكان في نقطة ثالثة احنا وقفنا عندها قبل الفاصل. احنا اتكلمنا على ازاي نحافظ على البكتيريا النافعة في حالة توازن زي ما قلنا. عشان نقدر نعمل كده الغذاء ده جزء، عدم استخدام المطهرات والمضادات الحيوية بشكل عشوائي، كمان بالمناسبة الراحة والنوم بشكل كافي بيساعد، ممارسة الرياضة بتساعد، كل التعرض للشمس بيساعد. لكن في بعض الاحيان النمط الحياه الصحي ده داخل جدا النمط الحياتيه السليمه في تقويه الميكروبيوم او البكتيريا النافعه. بالظبط. كمان قلنا ان احنا في بعض الاحيان لو حصل خلل فيها نقدر نصلحه باننا يا اما بندي البريبايوتكس اللي هي المغذيات بتاعه البكتيريا، او البكتيريا شخصيا بنسميها البروبايوتكس، او الاثنين مع بعض بنسميهم السيمبايوتكس، او ان انا ادي منتجاتها اللي هو البوستبايوتكس. لكن نتصور مثلا في شخص خد مضادات حيويه بشكل كبير جدا ولفترات طويله، وبدأ ينشط نوع من البكتيريا الضارة، ولقينا البكتيريا الضارة دي بدأت تهاجم الجهاز الهضمي بتاعه وتعمل له حالة من الإسهال الشديد، كمان اللي بيحصل فيه تقرحات في الأمعاء وتقرحات في القولون. الحالة دي الحقيقة بتبقى نتيجة نوع من البكتيريا اسمه كولستريديوم ديفيسيل. نوع البكتيريا دي الحقيقة بينشط مع الاستخدام العشوائي المستمر لمدة طويلة لبعض المطهرات والمضادات الحيوية. في الحالات اللي زي كده الحقيقة كانت التجارب على انه استخدام البريبايوتكس او البروبايوتكس او البوستبايوتكس او حتى السيمبايوتكس كان غير كافي. فاصبح من الحل البديل ان انا اعوض هذا الشخص بنوع البكتيريا النافعة، بس بشكل كأني بزرعها له مرة تانية في جسمه. عشان ازرعها له مرة تانية ففي دلوقتي اللي بنسميه فيكال مايكروبيوتا ترانسبلانت، كأني بزرعها ان انا بجيب براز بتاع شخص سليم صحي وانقله للشخص المريض
اللي بيعاني من المشكله دي. طبعا ده بنستخدمه في حالات مخصصه ولا زال لسه كمان تحت التجارب، لكن في بعض الحالات تم انقاذها كده بشكل تام من الحاله الصحيه اللي انا بجري فيها الاجراء ده. لانه يعني دي حاجه مش هيقبل بيها كل الناس. لا مش حكايه قبول، هي حكايه كمان التاثير بتاعها والاختيار. يعني انا في الحالات دي لازم اخد المكونات بتاعه البراز اللي فيه البكتيريا النافعه وارجع ازرعها في الشخص اللي بيعاني من مشكله الاسهال الشديد نتيجه كلوستريديوم ديفيسيل. في الحاله دي بيتم حقن هذا البراز عن طريق خرطوم بيتحط في الانف ويوصل لغايه الامعاء، ونبدا نحقن البراز ده للمريض ده، او ان احنا ننقله له عن طريق الشرج. هي طريقه علاجيه يعني طريقه علاجيه مثبته ويتم فعلا تنفيذها في حالات. حضرتك بتقول هي لسه قيد الدراسه. لا زالت لسه طبعا ما نقدرش يعني نكمل تقييمها بشكل كافي، لكن تم استخدامها فعلا في حالات وتم فعلا نجاحها في انقاذ حالات كتير قوي كان عندهم التهابات شديده نتيجه هذا الميكروب اللي نشط بشكل كبير. يعني الحالات اتعالجت ايوه. هايل. هي الفكره طبعا الفكره يعني ناس كتير قوي هتستغربها. بس هنا هو نوع من الاستزراع السريع لكم كبير من البكتيريا النافعه عشان تطرد البكتيريا الضاره دي. ولكن مفيش غير الطريقه دي هي. لا احنا اتكلمنا على الطرق الثانيه. احنا اتكلمنا لو هي فشلت الطرق الثانيه يعني احنا بنتكلم على تبقى الطريقه دي عشان نقدر ان احنا نعيد البكتيريا دي. احنا مش بنستخدمها لكل الحالات ومش بنستخدمها لكل المرضى، انما دي واحده من الوسائل المتاحه لعلاج بعض الحالات اللي بتعاني بشكل كبير جدا من خلل في البكتيريا النافعه بالنسبه لهم نتيجه الضرر اللي حصل باستخدام، لانه هنا بعض الناس الحقيقه ده بيبقى مهدد للحياه. صحيح طبعا. فاحنا بنحاول ان احنا ننقذ حياه هذا المريض باعاده البكتيريا النافعه مره ثانيه الى التوازن اللي احنا بندور عليه. زي ما قلنا وزي ما الاستاذ محمد اعتقد اللي كان سالنا انه احنا بنستخدم البروبايوتكس ساعات، بس مش مع المضاد الحيوي، لانه انا لو بستخدم المضاد الحيوي بستخدم البكتيريا ما انا هموتها. فانا بستخدم البروبايوتكس بعد المضاد الحيوي. يعني مش بستخدم وانا بدي مضاد حيوي ادي معاه البكتيريا، طب ما انا كده هموتها. يبقى انا بستخدم المضاد الحيوي وبعد ما اخلص اقوم جاي مدي البروبايوتكس او البكتيريا النافعه. دكتور، كتير من الناس بتشتكي من مشاكل الجهاز الهضمي، بمعنى انه انا بعاني بعد الاكل من غازات، انتفاخات، سوء هضم، احساس بالامتلاء بيتعبني بشكل كبير، ارتجاع في المريء. الاعراض دي شائعه عند عدد كبير جدا من الناس. هل البكتيريا النافعه او الميكروبيوم ليها دور في ان هي تعيد صحه الجهاز الهضمي يعني والشخص ده يتخلص من كتير من المشاكل اللي احنا ذكرناها؟ طيب انا هقول حتى ردود على الاسئله اللي لسه ما سمعتهاش. الاكلات اللي انت قلتها يا دكتور، الخس والجرجير والخيار ومش عارف ايه بيتعب بطني. صحيح. لو انا اكلت مش عارف كرومبو ومش عارف ايه يا دكتور ده بيحصل لي انتفاخ منه. الله، انت عمال تقول انه ده بيحسن البكتيريا النافعه. هنا ندخل الحاجات دي بشكل متدرج. يعني ايه؟ البكتيريا النافعه احنا اتفقنا على انها بتحب الالياف، فالالياف موجوده في الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب لو انا قلت للعيان او لشخص سليم خد من الحاجات دي كتير، هيبدا يقول والله لا ده بتعمل لي انتفاخات وغازات ومش عارف ايه. طيب يبقى الحل ان انا ادخلها في النظام الغذائي بتاعي بشكل تدريجي. دي واحد. الحاجه الثانيه في بدائل. احنا عندنا اللبن الرايب والزبادي والحليب الهندي اللي احنا قلنا عليه الكافير ده والكيماتشي والناتو، كل ده بقت اصبحت اختيارات. كمان بالنسبه للفاكهه احنا عندنا التوت البري والتوت الازرق والافوكادو والتفاح والموز الاخضر، كل دي من الحاجات اللي بتساعد على انها تتحسن. في بدايات استخدامها بنحس شويه بقلق، لكن السؤال بقى اللي حضرتك سالتيه علشان اجاوب عليه انه طب لو حصل ان احنا رجعنا للتوازن والبكتيريا دي بقت موجوده، هتساعد على الهضم والتخلص من كثير من الفضلات، وفي نفس الوقت هتقلل الانزعاج من بعض الاكلات. فمع
استمرار في اكلها هنبص نلاقي في استقرار في الجهاز الهضمي. ومش بس كده كمان، حركة الجهاز الهضمي هتبدأ انها تعود الى الحركة الطبيعية. لانه في ناس بتعاني مثلا من مشاكل الامساك او الاسهال او المغصات او الاحساس بعدم الارتياح بعد الاكل. لا، كل ده هيقل مع توازن البكتيريا النافعة في جسمنا. طب دكتور، انا هسأل السؤال بطريقة تانية. هو انا لو يعني حاسس بالاعراض اللي انا ذكرتها دلوقتي، اللي هو احساس بعدم الراحة بعد الاكل، انتفاخات، غازات، تقل في المعدة، هل ده ممكن يديني مؤشر لان انا في خلل عندي في نظام البكتيريا النافعة اللي جوه جسمي في الحقيقة او جوه معدتي؟ طرق تحضير الاكل المختلفة ليها اثار مختلفة. يعني اللي بياكل مثلا اكلات فيها مواد حارة وتوابل بشكل كتير وحاجات زي كده ليها تأثير ضار على احساسه بالارتياح بعد الاكل. لكن لو قلنا انه ايه اكتر حاجة بتبوظ التوازن بتاع البكتيريا النافعة، اكتر حاجة هي المواد الدهنية، اللحوم الكتير، كمان الحاجات اللي هي مصنعة او برجر، سوسيس، بالظبط كده. كمان السكريات العالية، يعني لو واحد استخدم سكريات بشكل عالي. فالحاجات اللي احنا لو بنتكلم على البكتيريا نفسها وعايزينها في حالة صحية سليمة، يبقى نقلل من السكريات ونقلل من الدهون المشبعة ونقلل من اللحوم. مش نمنع، لانه برضو جسمنا بيحتاج بعض الحاجات من دي بس بكميات اقل كتير من اللي احنا بنستهلكه الحقيقة. لكن لو عايزين نحسنها اكتر يبقى بناكل من الخضروات، الحاجات اللي احنا قلناها، واذا كانت بتريحنا قوي ندخلها في الغذاء بتاعنا بشكل متدرج. وحتى اصل احنا طبيعي ان احنا يبقى بيضايقنا او هضمنا ما بيمشيش قوي مع حاجة من الورقيات مثلا، خلاص احنا نتجنبها. ما هو اللي هو بيسموه ايه، غذاء البحر الابيض المتوسط. ايوه صحيح. الميديترينيان ريجيمنز من الدايت دي، اللي هي ايه، زيت الزيتون والزيتون نفسه، وبعض الخضروات هم بيحطوا جرجير ونعناع وخضروات كتير وكده. كل وزعتر ناشف وزعتر فريش. طبعا الحاجات البلاستيكيه واللي عليها مواد حافظه والكلام ده لا نبعد عنه طبعا. والحاجات اللي هي محفوظه واللي محطوط عليها مكسبات طعم وحاجات زي كده لا، دي ما نقدرش نقول عليها صحيه. لا، انا بقصد ايه يا دكتور، يعني حتى لو انا عندي مشكله مع نوع من انواع الورقيات، ما انا يعني من ربنا خلق لي حاجات كتير قوي. ايوه، في بدائل، اقدر بالظبط استبدلها بيها. يعني بس ما عندناش حجه. لكن يبقى جزء مهم جدا لازم قبل ما ننهي الحلقة بس نتكلم عليه طبعا. اللي هو علاقة البكتيريا النافعة ببعض الأمراض الغير سارية. وجد فعلا زي ما أنا قلت إنه هي مرتبطة بالخلايا المناعية اللي الناحية التانية من الأمعاء. ما هو احنا عندنا الجهاز الدوري والأوعية الدموية بتحمل كثير من الخلايا المناعية اللي هي اللي بنسميها الليمفوسايتس. الخلايا المناعية دي قاعدة على البوابات كده علشان تتحسس اي حاجة غريبة هتعدي تهاجمها. هي الحقيقة زي ما قلت بتقفل الثغرات بين خلايا الامعاء وبتمنع خروج مواد ضارة ممكن تأذي، ولو حصل انها عدت تبدأ الخلايا المناعية تتعرف عليها وتبدأ انها تبقى مستعدة لمواجهتها في حدوث اي مشكلة. طب نفرض بقى انه حصل خلل في التوازن بتاع البكتيريا النافعة، في الحالة دي ممكن يعدي مواد بروتينية تنشط المناعة فتعمل امراض المناعة الذاتية. يا خبر. ممكن يعدي كيماويات زي ما قلنا تروح للكبد وتأثر على الأوعية الدموية والقلب. ممكن كيماويات تعدي تأثر على الحالة المزاجية، لأنه من ضمن الإفرازات بتاعتها هي بتطلع سيروتونين ودوبامين وحاجة اسمها جابا أو جاما أمينو بيوتيريك أسيد، وكل دي من الكيماويات المسؤولة عن
التفاعلات المخيه جوانا والحاله المزاجيه بتاعتنا. اللي بتدينا احساس بالسعاده والفرح او الكآبه والحزن. بالظبط كده. احنا بالمناسبه احنا داخل اجسامنا مستقبلات حسيه للافيون والهيروين والحشيش. يعني عندنا اندوكانابينويدز، مواد زي الحشيش، زي الحشيش، واندورفينز، مواد زي الافيون. صحيح. وهي دي بتشعرنا بالاحساس بالسعاده والانبساط في وقت معين، وهي بتساعد على انها فعلا تحسن من كميات دي، علشان ما تخلينيش طبعا في حاله مزاجيه عاليه زياده عن اللزوم. احنا عايزينها متوازنه. فهي تقدر انها فعلا تسيطر على كميات هذه المواد وتخليني في حاله مزاجيه سليمه. ده كلام مهم جدا يا دكتور، لانه مؤخرا فعلا بداوا يتكلموا عن علاقه البكتيريا النافعه بالحاله المزاجيه، ودكاتره كتير وانا ما كنتش بفهم ليه كانوا بيقولوا انه يمكن اسباب الاكتئاب او علاج الاكتئاب بيكمن في الامعاء، وانا ما كنتش الحقيقه يعني بعرف اربط ما بين ده وده، لكن حضرتك شرحت دلوقتي. هو الاكل والتغذيه والامعاء والمعده الحقيقه مصدر مهم جدا لمشاكل صحيه كتير. صحيح. نقدر نقول انه فعلا لو اخترنا غذانا بشكل جيد فاحنا بنغذي اصحابنا اللي هي البكتيريا النافعه، وفي نفس الوقت بنحافظ عليهم، ونقدر فعلا ان احنا نعيش مبسوطين وكمان في حاله صحيه جيده. على فكره هم اصحابنا فعلا يعني حقيقي يعني. هو ده جزء منا. ايوه. طيب دكتور، يعني في اثناء كلام حضرتك ذكرت حاجه او نقطه مهمه جدا تخص السرطانات. طبعا دي من الامراض الهاجس الحقيقه عندنا كلنا، واللي بتقلقنا كلنا، واللي احنا اكيد متخوفين انه يعني حد من حبايبنا يصاب بيه. فبالتالي لو احنا سمعنا من حضرتك دلوقتي ان هي ليها دور كمان في تجنب الاصابه بالامراض دي السرطانيه، فيا ريت نعرف برضو العلاقه او الربط ما بين ده وده. زي ما قلنا هي بتخلصنا من فضلات مثيره لمشاكل صحيه كتير. مثلا بالنسبه لسرطان القولون، وجد انه هذه البكتيريا النافعه بتقلل فعلا من فرص الاصابه ده باكثر من طريقه. اول حاجه بتزيل النواتج الهضميه اللي ممكن انها تكون بتستفز الخلايا السرطانيه انها تكون موجوده. كمان بتنشط الخلايا المناعيه على انها تبقى زي ايه، زي الحارس. اول ما اي مستفزات سرطانيه تبدا تعدي تتخلص منها. الحاجه الثالثه انها كمان بتنشط الجهاز المناعي بحيث انها تخليه في حاله برضه متوازنه. يعني ايه؟ يعني بحيث ان هو ما يبقاش فيه نواتج التهابيه. انا مش عايز اتكلم بس بشكل يعني علمي دقيق قوي. احنا عندنا مثلا في حاجه اسمها الانترلوكينز، منها حاجات مستفزه جدا للحاله الالتهابيه في اجسامنا. عندنا انترلوكين 1 و2 و6، الحقيقه دول من الحاجات اللي ممكن انهم يحطونا في حاله صحيه شديده التوهج. ممكن يكون سبب من اسباب ده مثلا يعني ممكن يخلي يبقى فيه سرطانات في الجسم، لانه دايما مش بس السرطانات كمان، لكن يبقى فيه مقاومه انسولين. فتبص نلاقي ناس بتجي لها سكر، في سمنه، ناس يجي لها زياده في الوزن نتيجه الخلل بتاع البكتيريا، لانها هنا بتاثر على الكبد اللي هو الانترلوكين 6. ده مثلا واحد من المواد الالتهابيه الشديده اللي ممكن انها يبقى لها اثار سلبيه في انها تزود مقاومه الانسولين فيحصل سكر. ممكن انها تساعد على زياده الوزن، فنبص نلاقي ناس بتعاني من السمنه وطبعا وتبعاتها، لانه السمنه والسكر. بالمناسبه انا بحب اقول الكلمه دي اللي هي ايه، كنا زمان بنقول سمنه وسكر. لا، دلوقتي السمنه والسكر هم مرتبطين. يعني هنلاقي انه السمنه ذات الوزن والسكر، مرض السكري اللي هو خاصه من النوع الثاني، هم مرتبطين. بيحصل انه الناس اللي عندها سمنه هم دول اللي بيجي لهم سكر بالمناسبه، واصبح كمان هم دول اللي بيجي لهم مشاكل في القلب والكلى، وربطناهم دلوقتي بنسميهم CRM اللي هو كارديو رينال ميتابوليك. يعني ايه؟ يعني مشاكل القلب والكلى والسكر وزياده الوزن.
مع انه الكلى دي ما كانتش مرتبطه معاهم. يعني دايما كنا نسمع السكر والقلب، امراض لا القلب دلوقتي احنا لكن عندنا الكلى سي ار ام. كمان، السي ار ام دول اللي هم الكارديو رينال ميتابوليك، الكلى دخلت بقى او السي كي ام اللي هو الكارديو كيدني ميتابوليك، اللي هي ايه؟ القلب والكلى والسكر والسمنه. مش بس كده، ده احنا كمان لقينا انه من ضمن المشاكل بتاعه تشحم الكبد او زياده الدهون على الكبد هي برضه واحده من الحاجات المسؤوله عنها. ولقينا انه في ارتباط كبير بين البكتيريا او خلل البكتيريا اللي عايشه جوانا اللي هو الميكروبيوم المعوي ده. الخلل ده واحد من المسببات لتشحم الكبد او مشكله دهون الكبد. ودي الحقيقه يا دكتور في السنين الاخيره بقت مشكله شائعه جدا او شائع حدوثها جدا ما بين عدد كبير قوي من الناس. يعني كتير مننا حتى اللي جسمه حتى ما هواش اوفر، يعني اوفر ويت او يعني وزنه زايد قوي، بيروح يعمل يعني سونار، بيكتشف ان هو عنده كبد دهني بالرغم ان هو مش وزنه زياده ولا حاجه. فبالتالي هي مشكله بقت شائعه جدا، واضح انه ممكن يبقى ليها علاقه طبعا زي ما حضرتك بتقول دلوقتي. اثبتت الابحاث، انا بتكلم دلوقتي بالبحث العلمي، اثبتت الابحاث هو ارتباطها بمشاكل كتير، وكمان تاثير الادويه لما بنيجي نستخدمها لعلاج هذه المشاكل. يعني لما اجي اعالج واحد من السكر او من مشاكل الكلى او من مشاكل القلب او من زياده الكوليسترول بتاعه وفي عنده خلل في الميكروبيوم المعوي او النظام بين البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره، ممكن استجابته للمرض استجابته للدواء تكون اقل. وانا عندي محاضره قريب خالص للاطباء هتكلم فيها على دور الميكروبيوتا دي اللي هي الميكروبيوم المعوي في امراض السي ار ام اللي هو امراض القلب والكلى والسمنه والسكر. يعني انا ممكن يبقى عندي امراض مزمنه بعالجها بالادويه الخاصه بيها، والادويه ما تجيبش استجابات عاليه لانه انا عندي مشكله في الميكروبيوم. ايوه، وهتبقى استجابتي للدواء اقل. والنواتج بتاعه الخلل الموجود نتيجه البكتيريا الضاره اعلى، فبالتالي الاستجابه مش هتكون موجوده. وهنا لو غيرنا النظام بتاع التغذيه بتاع هذا الشخص وحافظنا على الميكروبيوم بشكل متوازن زي ما احنا بنقول، وبعدنا عن المسببات اللي تخلي الميكروبيوم يتلخبط، وادينا له في بعض الاحيان بعض الادويه زي البريبايوتكس او البوست بايوتكس او السيمبايوتكس او المجموعه كلها، في الحاله دي هتكون استجابته افضل. انا متهيألي يا دكتور ان الحلقه دي مهمه جدا ومفيده جدا لعدد او قطاع كبير قوي من الناس، لانه حضرتك المعلومات اللي قلتها في الحلقه الحقيقه معلومات قيمه جدا، وادت لنا صوره عن اهميه وجود البكتيريا الصديقه دي في امعائنا، وقد ايه مهم ان احنا نحافظ كمان عليها ونتعايش معاها سلميا، يعني لانه ده مهم جدا، وما نعملش حاجات تاذيها او تهدد وجودها جوه اجسامنا. طيب ايه الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها عن طريق الغلط وتهدد وجود البكتيريا دي جوه اجسامنا؟ اول حاجه الاستخدام العشوائي للمضادات الحيويه والمطهرات. كمان التغذيه الغير صحيه، وخاصه اذا كان فيها كميه كبيره من اللحوم والدهون وخاصه الدهون المشبعه. السكريات وخاصه الاكلات اللي فيها سكر عالي. عدم استخدام الاكلات المغذيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، واننا يعني نحافظ عليها. ان احنا ناخد المواد المحفوظه، زي ما قلنا الانماط الحياتيه السليمه اللي هي التعرض للشمس وممارسه الرياضه والنوم بشكل كافي، وان احنا نشرب سوائل كتير. كل الحاجات دي الحقيقه مفيده ومهمه، لازم نحافظ عليها ونرجع مره تانية الى الحاجات الطبيعيه اللي هي قدر الامكان. لانه الاستاذ محمد الحقيقه اثار قضيه انه للاسف المتاح كله محفوظ وعليه مواد كيميائيه حافظه وحاجات زي كده، لكن خلينا يبقى عندنا اختياراتنا بشكل كويس. احنا ناكل اطعمه طبيعيه مش ما فيهاش يعني قدر من التصنيع، يعني عندنا خضار وفاكهه حدث ولا حرج. يعني هو ما بقاش رخيص دلوقتي، بس خلينا نختار منه الحاجات المفيده والبسيطه بالنسبه لنا.
استاذ دكتور اشرف محمود عقبه، رئيس اقسام البطنه العامه والمناعه السابق بجامعه عين شمس، انا بشكر حضرتك جدا يا رب. شكرا جزيلا. ميرسي، نورتنا. الله. بشكر حضراتكم على المتابعه وبتمنى لكم دايما دوام الصحه والعافيه، واشوفكم على الف خير في حلقه جديده.